كنت طالعة بجري من بيت أبويا، وقلت مش هتجوزه يعني مش هتجوزه. أيوة، هربت في وسط الفجر من غير ما حد يشوفني. كنت ماشية بجري في عز الضلمة، مع إني كنت خايفة قوي ومش عارفة رايحة على فين، بس كان لازم أهرب. وما اتجوزت السيد ده أبدا، لأني ما كنتش هقدر أعيش معاه. وقفت ساعتها في الضلمة وكنت خايفة. فضلت ماسكة في الشجرة وما بقتش عارفة أروح فين. قلت ساعتها يا ريتني كنت شفت مكان الأول قبل اللي حصل ده ما يحصل. بس أنا لازم أستنى للصبح علشان أشوف حتة أروح فيها. وقعدت ساعتها في الأرض وفضلت قاعدة لحد لما جت عربية قريب مني جدا وجت وقفت. طبعا ما كانش حد شايفني لأني كنت ورا شجرة كبيرة جدا، وكان في مسافة أصلا ما بيني وما بين العربية. وفي الوقت ده نزل من العربية 4 رجالة ومعاهم واحد تاني، نزلوه من شنطة العربية. فضلت واقفة ومصدومة من اللي بشوفه. أنا كنت خايفة قوي، واللي كنت خايفة منه حصل. ساعتها الرجالة دي فضلوا يتخانقوا مع بعض، وفجأة اللي نزلوه من شنطة العربية واحد منهم خلص عليه. ولقيت واحد من اللي واقفين قالوا: ليه كده يا صلاح؟ ليه ضربته وموته؟ ليه عملت كده؟ احنا ما اتفقناش على كده ابدا. قالوا: مالكش دعوة يا سالم، هو ظلمني انا وافترى عليا انا، واخد فلوسي وارضي ونصب عليا، ويستاهل النهاية السودة دي عشان هو كان حرام. قالوا: لا برضو، انا ما اتفقتش معاك على كده. قالوا: خلاص يا فهد، حصل اللي حصل، خلينا بقى في المصيبة اللي احنا فيها. وبعدين يا سيدي، لا انت ليك علاقة باللي انا بعمله ولا انا ليا علاقة باللي انت بتعمله. وكفاية البنات اللي انت بتضحك عليهم، واللي اكتر من واحدة اخدت. ساعتها قال له: اسكت، مالكش دعوة بيا، على الاقل مش بقتل ومش بعمل زيك. اللي بتكلمني بمزاجها، لكن انا عمري ما هكون زيك. وبعدين انا عمري ما تعديت على شرف واحدة، وانت بقى مش عايز تصدق براحتك. قال له: طب استنى، المصيبة اللي انا فيها دي هعمل فيها ايه؟ قال له: ماليش دعوة، المصيبة دي ليك لوحدك، ماليش فيه. وساعتها قرب مني وقلت: يا خبر، ده كده هيشوفني وهيعرف ان انا شفت كل حاجة. ولقيته واقف جنب الشجرة اللي انا مستخبية وراها وبيشرب سيجارة. وساعتها بصلي ولقاني قدامه، وقلت له: انا ماليش دعوة وماليش اي علاقة باي حاجة. وكنت بتكلم بصوت واطي جدا. ساعتها قال لي: انت مين؟ وايه اللي موقفك هنا؟ انت لو حد شافك دلوقتي هيموتك. تعالي كده، تعالي بسرعة. ولقيته شاور لي ان انا امشي بعيد. فعلا جريت من قدامه واستخبيت في حتة تانية. لقيته بيقول لي: انت ازاي تمشي في وقت زي ده؟ اللي مطلعك من بيت اهلك، ولا انت مالكيش بيت؟ قلت له: لا، ليا بيت، بس المشكلة ان عايزين يجوزوني غصب عني، وانا عشان كده هربت من البيت. بس ما كنتش اعرف اني هشوف مصيبة اكبر من اللي انا كنت فيها. قال لي: انت عارفة لو صلاح شافك دلوقتي هيخلص عليكي زي الراجل ده ويدفنك معاه. قلت له: احلف لك بايه ان انا عمري ما هقول اي حاجه من اللي شفتها، ولا كاني شفت حاجه. انا حتى همشي دلوقتي، ارجوك ما تاذينيش. وفي الوقت ده لقيته بيقول لي: مش هاذيكي ولا حاجه. وفي الوقت ده صلاح نادى عليه، قال لي: انا هروح له، امشي انت بقى، حاولي تستخبي. وفعلا مشيت وهو راح لاخوه. بس في الوقت ده حصلت حاجه غريبه جدا، وعربيه الشرطه جت في الوقت ده. والغريبه انها كانت بتعدي بالصدفه وشافتهم. ولما فتشوهم لقوا جثة الراجل اللي كان لسه مخلصين عليه. والغريبة بقى ان لقيت صلاح ده بيتكلم وبيقول: هو فهد، هو اللي موته قدامي. صح يا برعي؟ برعي ده الراجل اللي كان شغال معاه واللي كان واقف معاهم من الاول. قال له ساعتها: هو فهد بيه هو اللي عمل كده. احنا قلنا له لا وبلاش، بس هو قرر ان هو يخلص عليه. ساعتها فهد ده فضل يصرخ ويقول: ما عملتش حاجة، انتوا كدابين، ازاي بتقولوا عليا كده؟ ده انا ما كنتش موافق ان انتوا تعملوا فيه كده، انا ربنا يعلم ان ماليش اي ذنب. واتقبض عليهم كلهم. وعرفت ساعتها ان هيلبس الموضوع ده الشاب اللي كان واقف معايا، اللي اصلا ما عملتش حاجه وانا شايفه بعيني. وكان لازم ساعتها اسكت، اصل كنت هعمل ايه؟ اخدوهم كلهم على الاسم، وانا ما بقتش عارفه اعمل ايه. انا كنت عارفه الحقيقه وشفتها بعينيا، وبقيت ماشيه خايفه قوي من الضلمه ومن كل حاجه. بس المصيبه بقى في عز ما انا خايفه، جه واحد قرب مني وقال: ايه الحلاوه دي كلها، الجمال ده كله واقف في عز الضلمه؟ ده انا كده خاف عليكي. ساعتها كنت خايفه ابص له ومش عارفه ارد عليه. ولقيته بيقول لي: ما بتردش عليا ليه؟
الجميل ده لازم يرد عليا. هو انت بنت مين في البلد؟ ولا تكوني غريبة وتكوني لسه جاية؟ ده انا بيتي هيكون مفتوح لك، ما تقلقيش، عندي بيت حلو، تعالي قضي معايا اليوم، وحتى يا ستي لو عايزة أوضة أنا هجيبلك. ساعتها قلت له ابعد عني أحسن لك، ابعد عني وما تقربش مني، امشي من قدامي. قال لي لا امشي ايه، ده انا ما صدقت ما لقيتك، والجو حلو قوي والدنيا ضلمه ومحدش هيشوفنا. وقتها ما قدرتش امسك نفسي غير وانا جايبه الطوبه وبضربه بيها على راسه، وقع ساعتها وسح في دمه. وساعتها قلت يا خبر منيل، انا كده رحت في داهيه، يا ريتني ما هربت ولا سبت البيت، يا ريتني حتى كنت اتجوزت سيد وخلاص، ولا ان يحصل معايا كل ده. ساعتها كنت عماله بعيط لحد لما لقيته فاق قدامي وقال لي ده انا مش هسيبك، هوديكي في داهيه. هو قلت له طب كويس ان انت عايش وما متش، انت تستاهل كل اللي يجرالك. قال لي وانت تستاهل اللي هعمله فيكي دلوقتي. وفضل ماسك فيا وفضل يشدني ويضرب فيا لحد لما وداني اسم الشرطه. ايوه دخلت اسم الشرطه. كان يوم صعب عليا قوي، ومبقتش عارفه اعمل ايه. انا كده هتفضح، وابويا كمان مش هيسيبني، وبدل ما كان هيجوزني دلوقتي هيخلص عليا. ولقيت الراجل بيقول ان هو عايز يعمل فيا محضر، وقلت له ابوس ايدك خلاص سامحني. قال لي لا ابدا، لازم اخد حقي منك. سعادة الباشا، البت دي ضربتني وفتحت لي دماغي، وانا عايز حقي ارجوك. ساعتها ما بقتش عارفه اتصرف، وحسيت ان انا وقعت في مصيبه، وكنت واقفه مش عارفه اعمل ايه. اتورطت وخلاص لحد لما لقيته قرب منه. ده كان فهد، فهد اللي انا شفت كل حاجه. ولقيته بيقول للراجل بقولك ايه، ما تعملش فيها محضر، وانا هعوضك عن اللي حصل لك ده. قال له طب خلاص عوضني، انا عايز 5000 جنيه دلوقتي. قال له ماشي، انا هبعتك لواحد هيديهم لك على طول. وقال له ساعتها على عنوان واحد، وقال له قول له ان انت جاي من طرف فهد عبد السميع الزيدان، وهو هيديك الفلوس. وساعتها الراجل قال انا هتنازل يا باشا، مش عايز اعمل محضر ولا حاجه، خلاص انا كده متنازل عن حقي. وهي الله يسامحها بقى، هي اصلا ما عملتش حاجه، ده انا اللي وقعت واتكعبلت واتعورت. وساعتها الراجل مشي، وانا كنت متنحه مش عارفه اعمل ايه. وقبل ما اتكلم معاه كان العسكري شده من قدامي، وانا وقفت ساعتها قدام الضابط وقلت هو انا ممكن اقول شهادتي؟ اصل بصراحه كده انا شفت الجريمه اللي حصلت معاهم، صلاح وفهد والراجل اللي خلصوا عليه. انا هقول الحقيقه كلها، ومستعده احلف واقسم على كده يا حضره الضابط. لقيته بيقول لي قولي شهادتك، وشهادتك دي هتتكتب في المحضر، والمحضر ده طبعا اكيد هتعمل بيه قضيه، وانت ساعتها في المحكمه لازم تيجي تقولي شهادتك. ووقتها قلت له حاضر، انا هقول كل حاجه. وحلفت ساعتها قدام الضابط، وقلت كل اللي حصل قدامي بحق ربنا. وقلت طبعا ان فهد ما كانش يعرف اي حاجه، وانه كان معترض ان هم خلصوا على الراجل، وان اللي خلص عليه هو صلاح وما كانش فهد خالص. حتى قلت كل الكلام اللي حصل وقتها، وطبعا صلاح كان مصدوم ان انا فعلا كنت شايفه كل حاجه. وبعد ما قلت كل اقوالي الضابط قال لي خلاص كده مش محتاجينك في حاجه، واني لازم امشي. ساعتها بصيت له، ولقيته ساعتها عمال بيبص لي بصه غريبه قوي، عمر ما حد بصها لي قبل كده. وكان فرحان قوي ان انا شهدت معاه، مع انه هو اصلا اللي واقف جنبي الاول. وطلعت من اسم الشرطه وقلت خلاص بقى، ما بدهاش، لازم ارجع بيت اهلي. كفايه البهدله والمرمطه اللي انا شفتها دلوقتي، وكفايه كل اللي حصل معايا ده. ولما رجعت البيت لقيت ابويا شافني، وساعتها فضل يضرب فيا. لما عرف ان انا كنت عايزه اهرب دخلت اوضتي وفضلت اعيط، وقلت خلاص مصيري مع سيد، اكيد هتجوزه وعشت تعيسه طول عمري. كنت عماله بعيط على بختي، وقلت اهو خلاص بقى نصيبي واعمل ايه. واللي خطر على بالي في الوقت ده فهد ونظراته ليا، وقلت على الحظ، لو كان بس الحظ يتغير كنت على الاقل اتجوز واحد زي فهد ده، وبلاش سيد ده خالص. ده انا حتى بكرهه وما بحبوش، وشكله اصلا ما يطقش ابدا، ده غير اخلاقه وقله ادبه. وفي الوقت ده اتوضيت وقعدت اصلي وادعي ربنا، وقلت يا رب عوضني واجبر خاطري عن كل اللي شفته النهارده، عوضني واجبر خاطري عن جوازتي من سيد ده، يا رب ما اتجوزوش ابدا لاني ما بحبوش، وانت عالم بقلبي يا رب. فضلت ادعي ربنا كتير قوي، وبعدها نمت. وعدت الايام، وابويا كان بيتفق مع سيد على جوازتي،
اللي قال له ساعتها خليها بعد شهرين يا حاج، بعد شهرين هنتمم الجوازة. وقتها فضلت أعيط وخلاص كان لازم استسلم للأمر الواقع. لكن بعد أسبوعين لقيت ساعتها محضر جايلي على البيت، وبابا عرف موضوع الشهادة ده وموضوع ان انا رحت شهدت في الاسم. وبعد ما مشي الراجل ده اللي بلغني بميعاد الجلسة اللي المفروض اروح اشهد فيها، ساعتها فضل يضرب فيا. وقلت له حرام عليك بقى يا بابا، ما اليوم ده انت كنت عارف انا كنت بهرب ليه، وانت لحد دلوقتي متمسك ان انت تجوزني ليه؟ قال يا بنتي ده عنده ارض، وبعدين راجل كسيب هيعرف يعيشك، ولا انت عاجبك الفقر اللي احنا عايشين فيه ده، عايزه تعيشي فيه طول عمرك؟ قلت له طب ما تصبر، مش ممكن يتقدم لي واحد احسن منه واغنى منه، وساعتها بقى هتعيش انت كويس قوي يا بابا من غير بقى فقر والكلام ده. وبعدين انا لما كنت هربانه شفت بصراحه الجريمه بنفسي، وحكيت له كل حاجه، وحكيت له ان فهد اصلا انقذني من المحضر اللي كان هيتعمل فيا، وانا شهدت بالحق باللي حصل قدامي. وفي الوقت ده قال لي خلاص اقعدي بقى واسكتي وتلمي لحد ما ربنا يستر عرضك وتتجوزي وتمشي واخلص منك ومن قرفك. انت الوحيده اللي تعباني في اخواتك، وانت الوحيده اللي كنتي وما زلتي تعباني قوي ومش بتريحيني ابدا. وبدل ما تحاولي تخفي الحمل عني شويه وتتجوزي وتمشي، عايزه تقعدي معايا وتخليني كده شايل همك وهم اخواتك. وبعدين انت عايزه تروحي تشهدي ضد صلاح. صلاح ده معروف انه مجرم ومعاه فلوس وواصل، وكمان عنده ناس اللي ممكن تودينا في داهيه. ساعتها سكت، كنت اقول له ايه يعني؟ انا بس اللي كان هاممني ان انا اروح وبرضه اقول شهادتي، لاني ما كنتش هسمح ان في حاجه زي كده تحصل. كنت اعيش ازاي وانا كاتمه شهاده الحق؟ وقلت وقتها يحلها ربنا. عشت الحياه وعدت ايام لحد لما جه يوم الشهاده ده اللي المفروض هروح فيه المحكمه. بس الغريبه بقى واللي صدمني ان لقيت ابويا قاعد على الباب، حاطط كرسي وقاعد على الباب عشان ما اخرجش، وكمان ما اروحش المحكمه خالص. وانا وقتها عملت نفسي مش اخده بالي من اللي بابا بيعمله، ودخلت الاوضه تاني وقررت ان انا انط من الشباك، وقلت بقى زي ما تيجي تيجي، حتى لو حصل لي حاجه اكون عملت اللي عليا. وبصراحه كده لاني كنت معجبه بفهد جدا، ودي بقى الحقيقه اللي ما كنتش قادره اخبيها. ونطيت في الوقت ده من الشباك ورحت بسرعه جدا على المحكمه علشان الحق الجلسه. والحمد لله رحت قبل الميعاد ودخلت جوه وقلت شهادتي كلها. وطبعا فهد ما نزلش عينه من عليا، وكان فرحان ان انا قلت شهادتي. ولحسن حظه حصلت حاجة غريبة جدا، والراجل اللي شهد قبل كده ان فهد هو اللي خلص على الراجل كان ساعتها عمال بيعيط قدام المحكمة وقدام القاضي، وبعدين قال ان مراته وعياله ماتوا والبيت ولع بيهم، وانه مش هيكذب، واقسم ان هو هيقول الحقيقة وشهادة الحق. وساعتها قال ان فهد ما عملش اي حاجة، واللي عمل كده صلاح، واتثبتت التهمة على صلاح، وكده فهد بقى بريء وما عملتش اي حاجة بشهادتي وشهادة الراجل ده. وساعتها طبعا مشيت وانا فرحانة اني عملت اللي عليا. وساعتها خبطت على بابا، وطبعا كنت عارفة ان هو هيضربني زي كل مرة، ولقيته اصلا انصدم ان انا طلعت من البيت وعرف ان انا نطيت من الشباك. وساعتها قلت له انا قلت كلمة الحق وشهدت شهادة الحق، واعمل فيها اللي انت عايزه. ساعتها قال لي امشي امشي بعيدي عني، وهو مرضيش يضربني ولا يكلمني. انا كنت عارفة ان تعب بابا وده كان تعبني جدا وتعب لي ضميري، ما كنتش عايزة اتعبه اكتر من كده، لاني انا كمان كنت غلطانة في حاجات كتير وتصرفاتي كلها غلط. رحت ساعتها اعتذرت لبابا وبوست ايديه وقلت له انا هعمل كل اللي هتأمرني بيه يا بابا، وهتجوز سيد وهتقي فيه ربنا. صدقني مش هعمل اي حاجة وحشة ومش هزعلك تاني ابدا. خلاص انا كده عملت اللي عليا حتى قدام ربنا. وطبعا بابا فرح جدا باللي عملته وسكت وسمع كلامي. وعدت الايام بسرعة لحد لما جه يوم الفرح. انا كنت لابسة فستان الفرح وانا بعيط وزعلانة جدا، بس قلت خلاص ده نصيبي ولازم ارضى بيه، خلاص ده قدري وما ينفعش اغيره. خلاص جهزت نفسي ولقيت بابا بيقولي مبروك، النهارده هيبقى اسعد يوم في حياتك وانا اتمنى لك كل السعاده يا بنتي. قلت له متشكره قوي يا بابا، ربنا يخليك ليا، انا اكيد هكون مبسوطه طالما انت مبسوط. وطلعت ساعتها من البيت عشان اشوف عريسي واروح معاه على بيته. بس المفاجاه واللي ما كنتش عامله حسابه ان لقيت مكان العريس فهد، ولقيته بيقول لي الف مبروك يا عروسه. قلت له انت ايه اللي جابك هنا؟
وايه اللي بيحصل ده؟ بابا ساعتها قرب مني وقال لي فهد اتقدم لك من بعد ما انت شهادتي وطلع براءة. وانا بصراحة كده اعتذرت لسيد، وكمان قلت له انه مش هينفع نكمل في الجوازة دي، وسيبنا ميعاد الفرح زي ما هو، علشان تعرفي بالمفاجأة دي وتعرفي ان ربنا كريم وما بيسيبش حد ابدا، عامل اللي عليه وكويس وماشي صح في الحياة. وعشان كده واقف جنبك وقلتلك هيكون اسعد يوم في حياتك. فرحت قوي بالمفاجأة دي، وفعلا كان اسعد يوم في حياتي يوم ما اتجوزت فهد، اللي عرفته اكتر وانا متجوزاه، وحبيته وهو حبني، وعشت معاه اسعد ايام حياتي. كل مشكلة في الدنيا دي وليها حل، بس الحل اللي بيجي من عند ربنا احسن بكتير قوي من الحلول اللي احنا بنفكر فيها. سيب حالك كله على الله، وهتلاقيه هو بيتولى امرك وبيعيشك حياة ما كانتش تخطر على بالك من السعادة والفرح. كنت واقفة برقص في الحنة بتاعت ابن عمي اللي انا بحبه من زمان، واللي كان نفسي انا اتجوزه واكون انا العروسة. كان قلبي مكسور ومحروق، بس كان لازم اعمل كده، اصل كل اللي حوالينا وكل العيلة عارفة ان انا بحبه. كان لازم ارقص قدامهم كلهم علشان محدش يحس بالنار اللي جوايا، ويحسوا ان انا متغاظة وزعلانة ان عمي رفض الجوازة. في الوقت ده اختي شاورت لي، رحت عشان اكلمها، لقيتها بتقولي باين قوي، باين قوي ان انتي مجروحة وقلبك موجوع، ما تعمليش كده وترقصي قدام حد. بقولك ايه، مش لازم تحضري اصلا. قلت لها مالكيش دعوة، محدش ليه دعوة بيا، انتوا كلكوا السبب في كسر قلبي. بس ساعتها ما قدرتش امسك نفسي، ولاني كنت اعيط طلعت بره على السلم، وعشان محدش يشوفني فنزلت عند الدور اللي تحت. بس في الوقت ده اتخبطت في واحد كان لابس نضارة وكان شكله شيك جدا، بس انا ساعتها ما خدتش بالي قوي من شكله. وساعتها قلت له هو انا ناقصاك؟ ما تسيبني في حالي. قال لي معلش، انا بس كنت عايزه اسالك على عنوان. قلت له لا عنوان ولا غيره، ماليش فيه، اسال اي حد تاني غيري. قال لي في ايه بس مالك، اصبري بس كده وصلي على النبي واهدي بس وكل حاجه هتتحل. قلت له عليه الصلاه والسلام، وساعتها اتفتحت في العياط وما اتقفلتش. لقيته بيقول لي يا ستي اهدي بس، هو في ايه اللي حصل لكل ده؟ انا خلاص مش عايزه اعرف العنوان لاني تقريبا كده وصلت. قولي لي بس مالك، في ايه؟ لو في حاجه انا ممكن اساعدك. محتاجه فلوس طيب؟ قلت له فلوس ايه؟ هو حضرتك عارف انت في بيت مين؟ انا بنت عيله من اكبر العائلات هنا في المدينه. ساعتها قال لي طيب تشرفنا، بتعيطي ليه بقى؟ قلت له لان الانسان الوحيد اللي حبيته واللي فتحت عيني عليه بيجوزوه واحده غيري. انا بحبه قوي، ما كنتش متخيله ان هو ممكن يتجوز واحده غيري. جوزوه بنت عمي. عمي الكبير ما بيحبنيش ولا بيحب ابويا بالذات، وعلشان يكسرني ساعتها قرر ان هو يرفض جوازتي منه، وقال ان انا هتجوز ابن عمي التاني اللي هيرجع من السفر. وبيقول ان ابن عمي ده اغنى من حامد 100 مرة، بس هو عاندني لانه لا بيحبني ولا انا ولا ابويا، وعلشان كده قصد ان هو يكسر قلبي. ساعتها قال لي طب ما انت تدي نفسك فرصة، مش يمكن اللي يجي ده يكون احسن من حامد اللي انت بتحبيه؟ ايه، توكلي على الله كده وادي نفسك فرصة. قلت له هيكون ايه؟ اكيد دمه تقيل ويلطش، واكيد انا هكرهه حتى من قبل ما اشوفه، وحتى لو شفته هكرهه اكتر. انا عمري ما شفته اصلا، هو اتولد وعاش بره، ولا هو شافني ولا انا شفته. ازاي بس هنتجوز بعض؟ وبعدين انا رافضه خلاص وماليش اي رأي تاني، مش هتجوز ابدا. ساعتها لقيته بيقولي طب امشي من قدامي بقى بنت انتي، امشي من قدامي. بصيت له كده واستغربت، وقلت له هو انت بتكلمني كده ليه؟ هو انت تعرفني قبل كده؟ انت جاي ضيف يعني تتكلم عدل، وبعدين انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ قال لي عارف بتكلم مع مين، بنت تافهه ودماغها صغيره وعبيطه، علشان كده في واحد ضحك عليها وفهمها ان هو بيحبها وراح اتجوز واحده غيرها. الراجل لما بيحب واحده بيحارب عشانها وبيتجوزها لو كانت هي ايه، ولو كان حصل ايه مشاكل الدنيا كلها. لا يمكن يتجوز ويقعد مع واحده تانية وهو مش راضي، لازم يكون هو موافق على الاقل من جواه. سمعتي ولا لا؟ ويلا روحي يا شاطره كده اقعدي بعيد. ولقيته طلع وسابني. ساعتها كنت متغاظه منه جدا، واتضايقت من نفسي ان انا قعدت وحكيت معاه من غير ما اعرفه ولا حتى اعرف اسمه. هو انا كنت ازاي غبيه كده؟ وان انا لو شفته تاني لازم هتخانق معاه ولازم اعمل مشكله كبيره ومش هتكلم معاه مره تانية كده. طلعت البيت عندنا
وقعدت وكملت اليوم، وكنت قاعدة بسمع أغاني حزينة. كنت عمالة بعيط وافتكر الذكريات، ذكريات حب الحامد من وأنا صغيرة، أصل هو اللي فتحت عيني عليه. لما دخلت ماما لقيتني بعيط وقالت لي لسه يا خايبة بتعيطي؟ ما تعيطيش على حد باعك واختار غيرك. ابن عمك لو كان عايز يقف لابوه كان وقف له. انتي عارفة ان هو بيحب يمشي كلامه، بس هو عاجبه الجوازة. بس انتي بقى اللي خايبة، انتي اللي واجعة قلبك على الفاضي. قلت لها ماما انا الكلام ده سمعته قبل كده ومش حابة ان انا اسمعه تاني. انا هحاول دلوقتي يا ماما انزل اجيب حاجات عشان يعني لو حضرت الفرح اكون امورة. ولا اقولك لا مش هحضر الفرح، هجيب حاجات يعني ليا، مكياجات وحاجات من تحت. ساعتها قالت لي روحي. لا انت عارفة هتروحي تجيبي ايه ولا عارفة هتعملي ايه، بس انا عايزاكي تنزلي تفكي عن نفسك شوية. وفعلا نزلت من البيت، بس اول لما نزلت حسيت بحاجة بتتخبط جامد قوي. وساعتها بصيت جنبي ولقيت الراجل اللي كان واقف معايا، لقيته اتخبط بالعربية. جريت عليه من غير ما احس وقلت له مالك، ايه اللي حصل لك؟ الراجل ده موتك؟ وقمت ساعتها وقلت له مش هسيبك، ما انتش ماشي من العربية دي من هنا. خبطت الراجل وموتته منك لله. ساعتها نزل الراجل من العربية وقال له انا اسف، اسف يا يوسف بيه، انا ما كانش قصدي. انا ما قدرتش اتحكم في فرامل العربية لاني لسه مصلحها. ساعتها قال له خلاص انا كويس مفيش حاجة. ساعتها اتصدمت وقلت له ايه ده، هو انتوا تعرفوا بعض؟ يعني الراجل ده يعرفك وكمان خبطك بالعربية؟ ساعتها قال لي اه ده السواق بتاعي، بس سواق جديد ولخمة، واديكي شايفة عمل فيها ايه. انا متشكر جدا على وقفتك معايا، انت وقفتي معايا وكمان كنت بتدافع عني من غير حتى ما تعرفيني. قلت له بس انا شفتك مرة واحدة واتكلمت معاك، على قد ما انا ما كنتش طايقاك، معرفش ليه اتخضيت عليك. قال لي طب تعالي تعالي اوصلك، انت رايحة فين؟ قلت له رايحة اشتري حاجات، بس احنا بقى ولاد عيلة وما بنركبش عربيات مع رجالة ما نعرفهاش، يعني انا اكيد مستحيل اركب معاك. روح يلا شوف طريقك وروح شوف رايح فين، عشان احنا ما عندناش الحاجات دي. انا في عربية اصلا بتاعتي. ورحت ساعتها سوقت عربيتي ومشيت على طول من المكان. ساعتها ما كنتش عارفة الراجل ده بقابله صدفة كتير قوي كده ليه. ده انا لسه مقابلاه ما بقاليش ساعتين وقابلته تاني مرة. هو في ايه بالظبط؟ ساعتها شلته من دماغي وفضلت اعيط، لاني كنت كل لما افتكر ان حمد هيتجوز واحدة غيري اعيط وازعل قوي واتقهر في قلبي. المشكلة ان حتى حامد لما يتجوز هيقعد معانا في نفس العمارة. العمارة كلها ورثة عن جدي، يعني بيت كبير بتاع العيلة مكون من 20 دور، وكل دور فيه 4 شقق. عمارة كبيرة جدا من أكبر العماير في المنطقة. كل ده عشان العيلة كلها تبقى موجودة في مكان واحد وما يبقاش فيه قطيعة رحم. جدي بقى الله يرحمه كان عايز كده. المشكلة بقى ان انا هضطر اشوف حامد ومراته على طول، ودي حاجة كانت مضايقاني، بس المهم ان انا خلصت اليوم. وبعد لما روحت قررت ان انا خلاص مش هروح الفرح وماليش دعوة بأي حاجة، واللي يقول عليا اي حاجة يقولها. ولقيت اختي لابسة الفستان وداخلة عليا، ولقيتها بتقول لي مش هتيجي الفرح خلاص؟ وقلت لها اه مش جاية، وتفضلوا بقى روحوا وسيبوني في حالي. ساعتها قالت لي خلاص اوعي تندمي عليه ولا تزعلي. قلت لها يا ستي انا عرفت كل النصايح اللي في الدنيا، من امبارح للنهارده 100 واحد نصحني وقال لي انسيه وما تفكريش فيه والكلام ده. انا خلاص فهمت انا هعمل ايه. انا لا هفكر فيه ولا هزعل ولا هتقهر ولا اعيط ولا اي حاجه. يلا بقى اتفضلوا روحوا الفرح، وما تنسوش تجيبوا لي جاتو معاكم وشوكولاته كمان. طلعت اختي وقفلت الباب، وكده البيت كله بقى فاضي، كله راح الفرح. حتى الخدامين كمان راحوا الفرح معاهم علشان يخدموا يعني معاهم. وفي الوقت ده وبعد ما عدى ربع ساعة كنت خلاص بقى جايبة آخري وكنت هعيط، ولسه قبل ما انزل الدموع لقيت الباب بيخبط. بصراحة اتخضيت لأن أنا عارفة إن مفيش حد موجود في العمارة كلها. قلبي كان وجعني قوي، بس رحت ساعتها عشان أشوف مين. فتحت الباب وطلعت، بس ما لقيتش حد، وهنا خفت أكتر وقلت أكيد حرامي. بس غريبة قوي، هو الحرامي هيخبط على الشقة بتاعتنا احنا بالذات ليه؟ ما كان ممكن يخبط على أي شقة تانية. ساعتها قفلت الباب وقلت أكبر دماغي، بس بعد شوية الباب خبط تاني، ولما فتحت لقيت بوكيه ورد محطوط في الأرض ومكتوب على الكارت اللي موجود عليه: واحدة أميرة جميلة زيك لازم تضحك وتنبسط في يوم زي ده، لأنها أميرة
ولازم هيجيلها في يوم من الأيام الأمير اللي يستاهلها. ساعتها بصيت للكارت وضحكت وقلت أكيد أمي هي اللي عاملة الحركة دي. ما أنتي أكيد يا ماما اللي عملتي كده، عايزة تراضيني وتبسطيني. أنا بحبك أوي يا ماما. وقبل ما أخد الورد وأدخل جوه، ساعتها لقيته بيقول لي: ورد إيه يا ماما اللي مامتك هتجيبهولك؟ هو أنتي إيه جبلة ما بتحسيش؟ بقى أمك هتجيبلك ورد زي ده كده وتكتبلك عليه الكلام الحلو ده؟ خلي عندك نظر بقى. ساعتها لقيته هو نفس الشاب اللي ظهر لي كذا مرة، وقلت له: هو أنت بتطلع لي منين؟ وإيه اللي جابك العمارة هنا؟ مش أي حد بيدخل كده، وأنت دي تاني مرة تدخل فيها. هو أنت مين بالظبط؟ ساعتها قال لي: غريبة أوي، واحدة تكون جميلة أوي ومثقفة ومتعلمة بس عندها غباء مش على حد. وسابني ومشي. وقتها أنا كنت محتارة ومش عارفة هو بيقول لي كده ليه. أنا مش عارفة حتى هو زعل ليه أصلا. ولما دخلت وبصيت في الورد قلت مش يمكن هو اللي جايبه. بس غريبة أوي، أنا لحد دلوقتي حتى معرفش اسمه، ومعرفش بيجي البيت هنا إزاي، وإزاي الأمن اللي تحت بيسمحوا له إنه يطلع عادي. ساعتها ما حطيتش في دماغي، وحطيت الورد جنبي وبدأت أتفرج على التليفون ومواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت أفر في الحاجة بتاعتي وأنزل صور ليا وأنا مبسوطة وسعيدة على أساس إن العيلة كلها تشوفها، علشان لما كل الناس تشوف الصور يقول عليا إن أنا مش متغاظة وإن عايشة حياتي عادي. وعدى اليوم ده بالعافية، وعدى يوم واتنين وتلاتة، وكنت كتير قوي بلاقي مفاجآت، بوكيه ورد على العربية بتاعتي، حاجات كتيرة قوي كانت بتفرحني قوي، لدرجة إن أنا كنت بتمنى أعرف مين اللي بيعمل كده. كان في حد في دماغي، بس بصراحة ما كنتش عايزة أتسرع، علشان يعني لو طلع مش هو ما كنتش عشمت نفسي على الفاضي. لحد لما في يوم لقيته كان واقف عند الباب، وكان واقف متضايق جدا، وكان باين عليه إن في حاجة. ساعتها قربت منه وقلت له: هو في حاجة ولا إيه؟ هو أنت ليه دايما ما بتقوليش اسمك؟ أنا سمعت بس مرة السواق وهو بيقولك يا يوسف. هو أنت اسمك يوسف؟ قال لي: آه. ومعلش أنا دلوقتي متضايق لأن في موضوع شاغلني. قلت له: طب خير، أنا ممكن أساعدك زي ما أنت سمعتني أول مرة واتكلمت معاك. قال لي: ده مشروع كبير داخل فيه براس مال كبير قوي، وبصراحة خايف قوي. النهاردة المناقصة بتاعتي، ويمكن المناقصة ما ترساش على الشركة بتاعتي، وأنا بصراحة خايف. أنا لسه جاي قريب والبيزنس ده لسه ببدأ فيه ومش عايز أخسر. قلت له: لأ، شكلك رجل أعمال وناجح وكويس قوي، وكمان شكلك ذكي، أكيد مش هتخسر إن شاء الله. وساعتها قال لي على اسم الشركة اللي هتعمل مناقصة والحاجات اللي داخلها، وأنا قلت له إن أنا عارفة الشركة دي، وبابا كمان ليه أسهم كبيرة فيها، وإن هو يقدر يساعده فيها. اتصلت ببابا من غير تفكير وقلت له: في واحد عايزك تساعده يا بابا، عايز أسهم في الشركة بتاعتك. وساعتها قلت له على اسم الشركة، وبقول له: أنت اسمك يوسف إيه صحيح؟ أنا عايزة أعرف الاسم عشان أقوله لبابا. لقيته ساعتها كان بيتكلم في التليفون وقال لي: خلاص، المناقصة رست عليا، أنت وشك حلو قوي. ساعتها قلت له: خلاص يا بابا، متشكرة قوي. وقفلت مع بابا السكة، ولقيته بيقول لي: أنا عمري ما شفت حد جميل قوي كده، أنت وقفتي معايا لتاني مرة، هو أنت إزاي كده؟ قلت له: دلوقتي أنت كمان مأخرني على مشوار مهم، هتيجي معايا ولا إيه؟ ركب معايا في العربية وقال لي: على فكرة أنا المفروض دلوقتي أروح الشركة علشان أمضي العقود، وخلاص الحمد لله أنا ارتحت قوي النهاردة. بس أنت بقى رايحة فين؟ أنا جاي معاكي لأن عايزة أساعدك بأي طريقة. قلت له: هتساعدني وهتكون مبسوط كمان. وبعدين أنا كل ما أجي أعرف اسمك ألاقي حاجة تحصل. في الوقت ده كنا وصلنا عند المكان، وصلنا عند ملجأ الأيتام اللي بروح أقدم فيه مساعدات هناك، وبلعب مع الأطفال وبتكلم معاهم. ورحت هناك ولقيته بيقول لي: هو أنت بتيجي هنا دايما؟ قلت له: المكان هنا أنا اللي عاملاه بنفسي، أنا اللي عاملة تصميم الديكور بتاعه، وأنا اللي دافعة تقريبا كده نص التمن بتاع المكان كله، أنا اللي عملته. المكان ده فيه أكتر حاجة بحبها وهما الأطفال والناس اللي محتاجة مساعدة. أظن مفيش أحسن من كده. لما نفسيتي بتتعب أو أكون متضايقة باجي هنا وبرتاح قوي. رد وقال لي: كل حاجة فيكي جميلة بصراحة كده. أنا في حاجة عايزة أقولها لك، خايف قوي، بس أنا المرة دي مش هخاف، لأني بصراحة اليوم معايا جميل قوي. أصل أنا بحبك قوي يا نوران.
ومن أول لما شفتك وأنا كل مرة بعجب بيكي أكتر من المرة اللي قبلها. ساعتها بصيت له وما كنتش مصدومة، أنا كنت حاسة إن عنده إحساس ناحيتي يعني. بس وقتها قلت له أنا ما أقدرش بعد كده أحط مستقبلي يعني بين إيدين حد أو بين كلام حد. أنا لا بصدق ولا عندي ثقة في حد بصراحة. أنا متأسفة جدا يا يوسف، أنت كويس قوي وألف بنت تتمناك، بس أنا مش هقدر. مش هقدر كمان أوعدك بحاجة، لأني مربوطة بابن عمي. إيه، واحد كده هيجي من بره، اتربى بره وعاش بره، وأنا لا شفته ولا أعرفه، زي ما حكيت لك أول مرة. يعني هو ده لما يجي من السفر أنا هتجوزه. ساعتها قال لي أنت بتحبيني ولا لأ يا نوران؟ ردي عليا. قلت له أنت بتقول إيه؟ أنا ما بحبش حد ومش عايزة أحب حد أبدا. وساعتها زعل جدا وسابني على طول ومشي من غير كلام. انا ما كملتش اليوم لاني كنت متضايقه، وروحت على البيت. والغريبه بقى وانا طالعه على السلم شفت حامد. ايوه شفت حامد. وساعتها بصلي وضحك، ولقيته بيقول لي وحشتيني قوي. انت عارفه طبعا ان الجوازه كانت غصب عني. ساعتها قلت له الف مبروك يا عريس. وبعدين غصب عنك ليه بس؟ ما انت كويس اهو وزي الفل. وبعدين انا بتمنى لك كل السعاده. هو انت فكرك ان انا زعلانه؟ انت زي اخويا، يعني ما تنفعليش ابدا. وانا مش فاكره اصلا ان انت كنت في بالي في يوم من الايام. خلاص الموضوع ده انتهى يا حامد، انتهى من بدري كمان. بس على فكره انا عايزه اقول لك حاجه. ربنا عوضني بواحد بيحبني وبحبه قوي، وحياتك بحبه قوي، وكأني اول مره احب في الحياه. بس المشكله بقى اني مش هقدر اقوله، لان للاسف انت خليت ما عنديش ثقه في حد وسبته ومشيت. واول لما دخلت عندنا البيت لقيت يوسف قاعد مع بابا، ولقيته بيقول له زهقت منها خلاص يا عمي، دي جننتني وغبية غباء فظيع. كل ده مش عارفة ان انا ابن عمها اللي المفروض يتجوزها. انا هتجنن عليها، وهي كمان حاسة انها بتحبني، بس هي غبية. ساعتها قلت له على فكرة انا مش غبية، وسمعتك وانت بتتكلم، بس انا ما كنتش عايزة اتعشم يعني. قال اتعشمي براحتك، لان انت مراتي ومحدش هيتجوزك غيري. ساعتها فرحت بيه قوي. يوسف عرف يدخل قلبي، عرف ساعتها يجبر قلبي المكسور، عرف كمان يخليني أحبه بطريقة غريبة وبسيطة جدا في نفس الوقت. أنا اتبسطت جدا لما اتجوزت يوسف، وعايشة معاه سعيدة جدا. يمكن لو كنت عشت مع حامد عمري ما كنت هشوف السعادة دي. ساعات بنحس إن النصيب معاندنا لما بياخد مننا ناس إحنا بنحبها ومتعلقين بيها، لكن لما بنفكر وبنصبر وبنتوكل على الله بنلاقي إن عوض ربنا أحسن بكتير قوي من اللي كنا بنفكر فيه ونتمناه لنفسنا. مش دايما الحاجة اللي بتضيع مننا بتبقى حلوة، ممكن تكون حلوة بس مع ناس تانية ما تناسبناش احنا، واللي يناسبنا هيكون أحسن بكتير لينا. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل القصص الجديدة. ولو انت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركة، وكمان متابعة صفحة الفيسبوك. أشوفكم على خير إن شاء الله.